السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا المخمر هذه اللي شكل ملوي. تيجي بحال القطن، تيجي رطاب ومفشفش هكا و... وحتى المذاق ديالو زوين، تيجي لذيذ بزاف بزاف لانه معجون بالحليب ومدهون هكا بالزبده. تيجي الصراحه رائع وما تيضر لا في معده لا والو، عكس المسمن او الملوي العادي، لان هذا خامر. الحاجه اللي تتكون خامره ما تضرش في المعده، يعني تاكلوا منه شحال ما كليتو ما تيضر في المعده ما والو، كما قلت لكم في السحور هكا ولا الفطور ولا شي حاجه يعني هائله. يعجبكم بزاف، انا متاكده غادي يعجبكم، غير جربوه. نخليكم دابا مع المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير، انا خديت هنايا قد الفينو، قد الدقيق ديال الفورس. الا كان نوعيه جيده الفينو، الا كان الفينو ماشي نوعيه جيده بحال دابا غديروا 4 زلايف ديال الفورس، وغديروا 2 زلايف ديال الفينو. اما الا كان كما قلت لكم الفينو من نوعيه جيده غديروا قد هنا درت انا بحال دابا 2 زلايف ديال الفينو و2 زلايف ديال الدقيق ديال الفورس. ضفت 2 معلقات صغار ديال الملحه ومعلقه هكا كبيره ديال سكر سنيده. وهنا خديت هنا كاس كبير ديال الحليب، من الاحسن يكون دافي، مع المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. غادي ندوب هذاك المعلقه ديال الخميره في ديك الكاس ديال الحليب يكون دافي، غير على ما تذوب لينا. نخلط انا بعد هذاك النواشف، ديك الملحه وسنيده الملحه والسنيده والدقيق، نخلطهم على ما يذوب لينا هذاك الخميره. وغادي نضيفوا هذاك الكاس ديال الحليب. هنا الا بغيتوا مثلا تكملوه بالعجينه كله بالحليب يمكن لكم، ما بغيتوا تضيفوا غير هذاك الكاس وتكملوا غير بالماء، تكملوا بالماء ويتبقى لكم الاختيار. وبغيتوا مثلا ما توفرش عندكم حتى الحليب، يمكن لكم ديروا غير الحليب البودره، الحليب غبره، واحد 2 معالق كبار تذوبوهم في الماء وتعجنوا به. يعني تبقى لكم نتوما الاختيار اللي توفر عندكم، يمكن لكم ديروا. توفر عندكم الحليب ديروا، ما توفرش عندكم الحليب غتاخذوا غير واحد 2 معالق كبار ديال الحليب بودره وغتذوبوه في الماء وغتعجنوا به. صافي كما قلت لكم، يمكن لكم تعجنوا بيديكم ولا بالماكينه اللي بغيتوا نتوما. دلكوا هكا غير واحد شويه هكا، ضروري شي شويه هكا. هذاك الحليب تيعطيها واحد الطراوه وواحد اللذه. داك المخامر هادو تيجيو رائعين بالحليب، غير جربوهم وغتشوفوا فرق كبير ما بين انهم معجونين بالماء ومعجونين بالحليب. صافي هنا غادي من بعد ما عجنتها غادي نغطيها ونخليها حتى تضاعف الحجم ديالها. نتوما تشوفوا كيف تتولي العجينه. والعجينه بطبيعه الحال نعجنوها ما تكونش قاصحه، يعني تكون شويه هكا رطبه، يعني ماشي مرخوفه بزاف بزاف، ولكن ما تكونش عاوتاني قاصحه، ما بين وبين. صافي من بعد ما تضاعف لينا الحجم ديالها كيف تشوفوا العجينه هكا رطبه وفيها واحد الطراوه زوينه الصراحه. داك الحليب تيعطيها داك الطراوه. صافي غادي نبقى نقرص هنا قريصات، يمكن لكم ديروهم كبارين ولا صغارين كما بغيتو نتوما. صافي غادي نديرها هكا على شكل كويرات. هانتوما تشوفوا العجينه كي دايره، العجينه هكا جات مبوقه هكا لان ضعف الحجم ديالها. يعني خليناها حتى تخمر شي شويه هكا، يعني بحال اللي العجينه تطرى. صافي من بعد ما نقرصها كلها بحال هكا في واحد اللاطه، غادي نغطيها غير باش العجينه ما ديرش لينا هذاك القشره من الفوق. منين نجيو نسرحوها غتقطع لينا، من الاحسن نغطيوها هكا، ندهنوها بالزيت ونغطيوها هكا غير ترتاح لينا واحد شويه، واحد 5 دقائق ونبداو نخدموا فيها. صافي من بعد ما رتحت لينا هكا العجينه غناخذوه كويره بكويره وغنبقاو نسرحوها. نتوما تشوفوا العجينه تتسرح يعني بكل سهوله، ما تتقطع ما والو. عجينه كما قلت لكم يعني هكا تجي هكا تجبد كما بغيتو تجبدوا فيها. هانتي يعني واخا فيها الفين وقد ديال الدقيق ديال الفورس، ولكن العجينه هكا يعني زوينه تجي. هانتي ضروري نرقوا العجينه بحال هكا. ومن بعد غناخذوا الزبده، ضروري الزبده لان هذا المخامر هذا تعتمد على الزبده وداك الحليب اللي عجننا بها. غادي ناخذوا الزبده هي اللي غنبقاو نفرقوا بها من الداخل. انا خديت هكا واحد القرعه، ولا يمكن لكم تاخذوا شي طبسيل هكا وديروا فيه شويه ديال الدقيق ديال الفينو، وغبقاو ترشوا ما بين يعني دهنوا بالزبده وديروا الدقيق شويه ديال الفينو بحال هكا وتلووه بهذا الشكل هكا، يعني بحال اللي غتلويو الملوي العادي اللي تتصايبوه يعني المعتاد. ما كاين حتى شي فرق، غير هو الفرق ديالو هو في داك الحليب وفي الزبده وفي الاخر ديالو في الطياب. يعني خصنا ضروري نخليوه يخمر باش تيجي خامر، يعني ما تيجيش هكاك رقيق، تيجي هكا شويه مهبر هكا ورطاب وتيجي يعني زوين صراحه. نتوما غتشوفوا كيفاش.
صافي غادي نكمل انا بنفس الطريقه بحال هكا، نبقى نسرح وندهن بالزبده ونرش شويه دقيق ديال الفينو وانا تنطوي بحال هكا. وما غاديش نلويه ديك الساعات، غنحطهم هكا على جنب، يعني نبقى نلوي نطوي وبقى نحط على جنب حتى ترتاح لينا، تنسالي كلشي ويرتاحوا لينا، عاد ندوز باش غادي نلويهم. هانتوما غتشوفوا الطريقه من بعد. صافي ما هانتوما تتشوفوا، تندير الزبده والدقيق ديال الفينو وتنطوي بحال هكا. هكا باش تغضيه تتساليو، يعني ملي تديروا هكا تطويوه كله هكا وتحطوه على جنب حتى تساليو الكميه كلها، يعني باش تتربيو دغيا باش ما ياخذ لكمش الوقت. بغيتو تخليوه غير هكا بلا ما تزيدوا هاد الطويه هذه الاخرين اللي درت انا، يمكن لكم. انا غير حيت جات كبيره هكا بغيت نطويها هكا. صافي هانتوما تتشوفوا حطيتهم كلهم يرتاحوا. دابا عاد غادي ندوز فيهم عاوتاني كلهم باش نلويهم. غادي ندهن كذلك بالزبده ونبقى نسرح بحال هكا، لان دابا العجينه ارتاحت مع فيها الخميره دغيا تترتاح، يعني ما تتعطلش. ملي تتكونش فيها الخميره تتعطل شي شويه، اما هكا فيها الخميره ديك الخميره بحال اللي يعني تتخليها دغيا ترتاح العجينه يعني وتطلق بسهوله. دهنت كذلك بالزبده ودرت كذلك الدقيق ديال الفينو. دابا غادي نبقى نرولي بحال هكا. دابا غادي ندير لهم كلهم نفس العمليه حتى نسالي عاوتاني كلشي في دقه. هانتوما العجينه تعطينا الطوع ملي تترتاح. صافي غادي نحطهم على جنب كلهم بحال هكا. حتى نسالي ديك الكميه كلها. هانتوما العجينه يعني ارتاحت وتعطينا الطوع يعني في الخدمه. انا قلت لكم ديك الخميره هي اللي تتخلي العجينه دغيا، يعني اما ملي تكونش فيها الخميره يعني تاخذ شويه ديال الوقت اكثر. الا كان الوقت يعني الجو شويه بارد ما تتبغيش العجينه تعطينا الطوع، يعني تتكون شويه هكا مكزه مع البرد. اما بالخميره دغيا تعطي الطوع. صافي هنا دابا فساليت عاوتاني ديك لويتهم كلهم. غادي ندوز باش غادي نقرصهم هكا عاوتاني نخليهم يرتاحوا واحد شويه بحال هكا. عاوتاني شويه بحال هكا وغادي نقلبهم، يعني غير باش دغيا يعني باش دغيا نسربي وصافي. هاد المخامر الصراحه تيجيو هائلين، غير جربوهم وغادي تشوفوا يعني تيجيو لذاذين. وحتى الا بغيتو ديروهم حلوين حتى حلوين تيجيو زوينين هكا. ترشوا لداخل فيهم واحد شويه ديال السنيده، اللي بغاهم هكا حلوين يرش فيهم شويه ديال السنيده حتى هو تيجي غزال، تعطيهم ديك السنيده تيجيو المذاق ديالهم ديال الحلاوه تيجيو الصراحه رائعين. جربوها غير وحده ولا جوج وغتشوفوا يعني بديك المذاق ديال الحلاوه. صافي غادي كما قلت تشوفوا هكا تنقلب فيهم هكا باش يرتاحوا. صافي من بعد ما ارتاحوا هكا قرصتهم كلهم غطيتهم هكا. يعني دابا مقرصين غنخليهم يخمروا غير واحد شويه، لان هذا كما قلنا هذا راه مخمر يعني ماشي مخامر، يعني ماشي ملوي العادي. نخليوه هكا يخمر غير واحد شويه باش تيجي هكا مقطن، تيجي مقطن من الداخل وتيجي رطاب وفتي. صافي وغادي نهز. انا درتهم كما تشوفوا ديك الورق الفرن درت كل وحده بوحده غير ربعه، وحتى باقي بقيت نهزو عادي يعني درتهم على البوطاجي هكا نيشان وبقيت نهزهم عادي. غير خليتهم ضروري خليهم يخمروا واحد شويه باش تيجي مقطن من الداخل تيجي فتي مع داك العجينه. ما درناهاش قاصحه، درناها شويه فتيه. وملي تنخليهم يخمروا هكا تيجيو بحال القطن من الداخل، يعني تيجيو رطبين في الماكله ديالهم وتيجيو لذاذين مع داك الزبده اللي فيهم وداك الشيء تيجيو الصراحه. هانتوما حتى اللون ديالهم ملي تيتحمروا لان دهناها بالزبده. ضروري ما ندهنوا شويه المقله هكا بالزبده قبل ما نطيبوهم، ونبقاو شويه بشويه نقلبوا. غير نحطوها نقلبوها، ما نخليوهاش تتحمر من التحت عاد نقلبوها مباشره كما نحطوها كما نقلبوها في البلاصه. وانا كل شويه نقلب، كل ما شويه نقلب تتحمر لينا من جوج جوايه. هانتوما صافي هذه راه طابت. كذلك غادي نهز الاخرى. هانتوما كيف تشوفوا خامره وما نتكاش عليها بزاف، هي شويه تكيت عليها بحال هكا لان خمرات بزاف. تكا عليها غير شويه، نخلي داك الخميره فيها ما نحيدش منها هذاك الخميره، لان الا حيدنا خرجنا هذاك الخميره ما تيبقاش مخامر، غادي يولي غير ملوي عادي. هانتوما كيف تيتبوق هكا من الجناب تيتصنفخ لان معجون يعني فيه الفينو كما قلت لكم العجينه ديالو حتى هي رطبه وفيه الحليب والزبده. تيجي هكا مقطن هكا ومهبر من الداخل.
ها انتم كيف تيجي الشكل ديالو، تيجي الصراحه رائع، تيجي هكا مقطن ورطاب من الداخل، يعني ماشي هكا معجن ولا مدقاس ولا شي حاجه، بالعكس تيجي خفيف، يعني تهز من هكا من مخمره هكا ما بين يدك تتجي خفيفه، وتيجي مقطن، وديك المذاق ديال الحليب مع الزبده وداكشي تيجي الصراحه رطاب ولذيذ بزاف هكا مخير، يعني للسحور بالنسبه للسحور ولا الفطور كما قلت لكم غزال الصراحه. نتمنى هذه الوصفه هذه تكون نالت اعجابكم، وفي الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى.